هنتكلم النهاردة عن حاجات مهمة للتمريض، واحنا عشان زي بعض او زمايل هنحاول ان احنا نقدم نصيحة لبعضينا. وهنتكلم النهاردة ان ازاي تطور من نفسك كممرض وهنتكلم عن اهمية الكورسات وايه هي الكورسات اللي احنا لازم ناخدها في مجالنا كتمريض عشان نقوي بيها نفسنا. اول حاجة تبقى عارفها وتحطها دايما في دماغك ان انت مش بتعامل بشر، انت دايما بتعامل ربنا، وانك انت لازم عشان بتعامل ربنا فلازم دايما تبقى تتقن عملك لانك دايما مسؤول عن ارواح ناس. طيب، اهمية الكورسات في حياتنا او في مجالنا كتمريض ان هو بيأهلك لسوق العمل، ان انت تبقى مطلوب دايما في سوق العمل، وان هو بيأهلك للعمل في مستشفيات كبيرة سواء جوه مصر او خارج مصر. وكمان ان المستشفيات الكبيرة سواء جوه مصر او خارج مصر بتطلب الناس اللي السي في بتاعها قوي، فانت لازم تقوي السي في بتاعك بكورسات ومهارات انت مكتسبها وخبرات، عشان زي ما قلنا بيختاروا الناس اللي السي في بتاعها قوي. طيب، ايه هي اهم الكورسات اللي احنا ممكن ناخدها في مجالنا كتمريض؟ الكورسات كتيرة جدا جدا جدا، لكن احنا هنتكلم او هنقول على كام حاجة منهم. اول حاجة اللغة، لازم يكون معاك لغة سواء انجليزي سواء الماني او على حسب اللغة اللي انت هتدرسها، بس الانجليزي ديت حاجة اساسي. والالماني عشان خاطر دلوقتي الالماني او المانيا بتطلب التمريض بشكل كبير وبشكل خاص، وبتكون الدنيا فيها ان شاء الله متاحة، وبتبقى فيها المرتبات والعيشة بتبقى احسن. تاني كورس معانا الاسعافات الاولية، وتالت كورس الاي سي جي، والبيزك لايف سبورت، والبي اي ال اس، والاي سي ال اس، والكوميونيكيشن سكيلز. طيب، الاسعافات الاوليه ديت هتتعرف فيها ازاي تعرف تتعامل في الحالات الحرجه وحالات الحروق وحالات الجروح، وكمان هنعرف نتعامل ازاي في اي موقف يحصل قدامنا في الحالات الحرجه من اغماءات وتشنجات وخلافه. بعد كده الاي سي جي هنعرف ازاي نعمله وهنعرف ازاي نقراه، وبيكون طبعا الكورس ده مهم جدا جدا للناس اللي بتشتغل رعايه والناس اللي هتشتغل طوارئ. البي ال اس ده البيزك لايف سبورت، ده بندرس فيه السي بي ار بكل تفاصيله، عشان هتعرف عنه كل حاجه. ده في البي ال اس. والبي اي ال اس ده اللي بيبقى بيدياتريك ادفانسد لايف سبورت، ده دعم الحياه المتقدم للاطفال، بنعرف فين برضه في السي بي ار بتاع الاطفال. والاي سي ال اس ده هنعرف فيه الادفانسد كاردياك لايف سبورت، اللي هنعرف فيه دعم الحياه المتقدم للقلب، هنعرف عنه كل حاجه بتفاصيله. والكوميونيكيشن سكيلز ده لو انت خجول او ما بتعرفش تتكلم قدام الناس او ما عندك رهاب اجتماعي، ده بيأهلك انك ازاي تتعامل مع الناس في وسط او في الزحمه او مباشره، وبيقوي عندك كمان الجانب الاجتماعي، وبيقوي عندك كمان لغه الجسد، ازاي تعرف تعمل فيها. وزي ما قلنا اللغه دي دايما حاجه اساسيه معاك، انت ممكن كمان تبتدي وانت بتدرس في الكليه انك تبتدي تاخد اللغه او تاخد كورسات لغه، تاخد كورسات انجليزي، تاخد كورسات الماني، ده كده كده مش هتحتاج منك عملي. لكن في بقيه الكورسات برضو الكوميونيكيشن سكيلز ممكن تبتدي فيها بدري، لكن بقيه الكورسات ممكن كمان تستنى لما تخلص تالتة كليه وتبتدي تاخدهم، عشان تكون اتعلمت حاجات عمليه واتعلمت حاجات فنيه تقدر تستوعب الكورس اللي انت هتاخده. وطبعا لازم تاخده من مكان معتمد، ولا مكان بيديك شهاده عشان خاطر تقدر تدعم بيها السي في بتاعك. ولو حابين ازاي نعرف الاماكن المعتمده او نعرف ازاي ناخدها في اللي هو اوفلاين، يا ريت تقولوا لي ونبتدي نعمله الفيديو الجاي ان شاء الله. وشكرا.